في زمن من الأزمان كان هناك ملك قوي وعادل يعيش في قصر فخم، ويحيط به الجند والوزراء والمستشارون، لكنه كان يحب الخروج إلى البرية وركوب الخيل والصيد أكثر من أي شيء آخر. كان يجد في الطبيعة راحة لا توفرها له جدران القصر ولا عروش الذهب. وكان يرافقه دائما وزيره المقرب، رجل عرف بالحكمة والهدوء، وكان لا يفارق لسانه قول غريب. كلما وقعت مصيبة أو أمر غير متوقع قال بصوت مطمئن: لعل في الأمر خيرا. وذات يوم خرج الملك إلى رحلة صيد كعادته، وبينما كان يشد قوسه ليصيب ظبيا بريا انفلت السهم فجأة وأصاب إصبعه إصابة بليغة، فنزف الدم بشدة وتألم الملك وأصابته نوبة غضب. فاقترب منه الوزير ونظر إلى الجرح، ثم قال كعادته: لعل في الأمر خيرا. نظر إليه الملك بعين الغضب وقال له: تسخر مني وأنا أتألم. ثم أمر الحراس أن يأخذوه إلى السجن. فقال الوزير وهو يساق بهدوء: لعل في حبسي خيرا. مرت الأيام وتعافى إصبع الملك، فقرر أن يخرج هذه المرة للصيد وحده دون حاشية ولا وزير، ليتأمل الطبيعة ويصطاد دون إزعاج. وبينما كان يتنقل في الغابة ضل الطريق، وسرعان ما وقع في أيدي قبيلة وثنية كانت تقدم قرابينا بشرية لآلهتها في طقوسهم القديمة. فرح أهل القبيلة وقالوا: لقد جاءنا رجل مناسب قوي البنية سليم الجسد يصلح أن يكون قربانا مقدسا. فقيدوه واقتادوه إلى معبدهم الكبير، وهناك جهزوه للذبح. لكن حين كشف الكاهن عن جسده لاحظ إصبعه المقطوع، فقال: هذا لا يصلح، قرباننا لا بد أن يكون كاملا بلا نقصان. فأمر الزعيم بإطلاق سراحه. عاد الملك إلى قصره وهو لا يصدق ما حدث، وتذكر كلمات الوزير: لعل في الأمر خيرا، وأمر بإخراجه من السجن فورا، واعتذر له وقال: لقد كنت محقا، إصبعي أنقذني من الذبح. فابتسم الوزير وقال: وأنا أيضا لو لم تسجني لكنت معك في تلك الرحلة، ولكنت أنا القربان بدلا منك.